السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أم غالي. رجعت لكم اليوم بوصفة اللي غادي تعجب الجميع، وصفة صحية نتاع الخبز بالخميرة البلدية. ما كنزيدش معاها الخميرة الأخرى، يعني غير الخميرة بلدية. تبارك الله كتجي مفشفشة طالعة. تبعوا معي الفيديو حتى الأخير، راه ساهلة الوصفة، ما تبخلوش عليا باللايك. ها هي الخميرة البلدية ديالي عندي طالعة واجدة. درت منها تقريبا واحد 4 د المعالق ولا 5 د المعالق، وغنزيد معها شوية ديال الطحين ديال القمح، وغادي نخلط بالماء دافي، وغادي نخليها تقريبا شي 2 سوايع اولا 3. ماشي الكمية كاملة اللي غتعجن، غير هادي، ومن بعد غنوريكم كيفاش غادي نكملوا العجين. بالنسبة لداك الخمارة دائما كنخليه عندي شوية، وكنضيف عليها طحين والماء، وديما كتبقى عندي ما كنقطعهاش. والطريقه ديال الخماره، يعني الطحين كيفاش كنخمروه ونديرو الخميره بلديه، راه عندي في القناه، رجعوا فيديوهات قدام وغادي تلقاوها. كنديرو معاها يا فص الثومه، فصوص ديال الثومه، يا العظام ديال التمر، يا ديك الماء اللي كيكون في اللبان. المهم نرجعوا للعجين ديالنا. بعد ما دازت واحد 3 سوايع على التخميره الاولى اللي قلت لكم، درت غير تقريبا شويه ديال الطحين ديال القمح، ودرت الخميره وخليتها تقريبا شي 3 سوايع. من بعد منها غندوزو باش نعجنو العجين، يعني غادي نضيف طحين ديال القمح والفورس. اللي ما كيبغيش يدير الفورس ما يديروش، راه كتجي مزيانه واخا ما ديريش الفورس، ولكن انا قلت ندير الفورس. ودرت الملحه، ملحه ما تكتروش لان الخميره كتكون فيها هذيك الحموضيه وكتجي زوينه زعما واخا بلا ملحه. اللي ما كيبغيش يدير الملحه راه ماشي ضروري. تزيدوا زريعه الكتان طحنوها تزيدوها. المهم كل واحد كيفاش كيبغي الخبز ديالو. ليسونسيال هو ان الخبز ديالنا ديال اليوم ما فيها حتى قطره ديال الخميره الكيماويه الاخرى اولا الخميره ديال العجين، وكتجي زوينه. هذه هي الطريقه الصحيحه ديالها باش كتخمر وكتطلع وكتجي زوينه. صافي من بعد ما عجنتها غندوز مباشره نقرصها، يعني ما غاديش نخليها تخمر كيما الخبز الاخرى وعاد نقرصها ونعاود نخليها تخمر، لا، مره واحده كتخمر. صافي هي هادي. غادي نقرصوا الخبز ديالنا عادي، راه كلشي النساء المغربيات كاملين تبارك الله كيعرفوا كيفاش يقرصوا الخبز. غير انا ما بغيتش نقطع الفيديو، خليتكم يعني تشوفوا. صافي انا كندير الخبيزات ديالي. هنا درت لهم انا شويه ديال الفينو، كتقرصيهم في الطحين ديال القمح اولا لا عندك التحامر، المهم داكشي اللي موجود عندك غتكرصي به. ولكن باش تخليها تخمر على خاطرها، بالنسبه للمشطه خليها تبات في المشطه. دائما كتخلي الخبز تبات الا كنتي عاجناها غير بالخميره بلديه، والصباح كتنوضي تشعلي الفران ديالك كيسخن وكتبداي تخبزي الخبز ديالك، كتجي غزاله بزاف. راه باينه في الصوره، يعني واخا نشكرها لكم تانعيه، راه الصوره شارحه نفسها وشاكره راسها. بزيرو خميره نتاع الحانوت، يعني ما كاينش كاع الخميره د الحانوت. صافي هذه في الصباح كنشوف الخبز ديالي تبارك الله خامره كما كتشوفوا طلعات. صافي دابا غنشعل الفران وغنطيب الخبز، وغادي نوريكم كيفاش جات النتيجه د الخبز الخميره بلديه بوحديتها. غادي تعجبكم، انا عجبتني بزاف. ها هي الخبيزه ديالنا زوينه مفشفشه، ما كاينش الفرق بينها وبين الخبز ديال الخميره الاخرى، وصحيه. الحاجه اللي كندبروا عليها اليوم، حنا كنبغيو الحاجه الصحيه، لان الصحه الانسان الا ما حاولش عليها وعرف شنو ياكل واحد النهار غيفتقدها. وبالنسبه للطريقه د الخميره بلديه غنعاودها معكم. يعني من النهار الاول الا بغيتي تربي الخميره، كتاخدي الطحين ديال القمح وكديري معاه يا الفصوص ديال الثومه بحال شي 5 ولا 6، وديري الماء دافي وترونيها تخليها شويه جاريه وتغطيها، غادي تلقايها طلعات وخمرات. تحيدي داك الفصيصين وتبقاي دائما منين تعجني تخلي واحد شويه في القاع وتزيدي معاه الخميره وتخليه عاود المره الجايه باش تعجني به. وهذه القضيه ديال الثومه، يعني ماشي غير الثومه، تقدري ديري الثومه، تقدري ديري التميره هكا تحليها وديري عاود شي 3 ديال التمرات. ودائما ديروها في القريعه الزاج من الاحسن.
تقدروا بحال هكا تخلي واحد اللبن ملي كتخليه هكا في الثلاجة لغدا كتلقاي واحد الماء من الفوق منه، حتى داك الماء تقدري تروني به الطحين مع الماء دافي وتخليها حتى تربى وتخمر وتبقاي تعجني منها. كنتمنى نكون وضحت لكم كلشي في الفيديو وما بخلت عليكم حتى بمعلومه. حتى نتوما ما تبخلوش عليا باللايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله ديالكم، لان كنظن ان كلشي الناس محتاجين لهاد الوصفه وغادي يبغيو يديروها وغيجربوها. واللي جرباتها تخلي لي كومونتير لتحت راه غنقراه. كنبغي يعني تشاركوا معايا التجارب ديالكم. غير نصيحة وحدة اللي بغيت نعاود ننصحكم، الخبز ما تقصحوهاش بزاف باش تجيكم زوينة، وبيتوها في المشتى. وفي الصيف لا داعي انك تبيتيها، يعني 4 سوايع ولا راه كافيين وغادي تختمر. مع السلامة، ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء. الى فيديو جاي ان شاء الله ووصفة جاية. مع السلامة.